اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك وكم سيد فيها ونور بسيد وازمك بسيد إدل محمد وبسيد الفاروق حسبي بهم قدير صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفصي
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال وبارك على محمد وعلى ال ابراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وأجرك لا تخلف منه وبسم الله ربنا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم. الحمد لله الذي لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وإمام رسله وصفوة الصفوة من خلقه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونصر الملة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الكرام الذين تفانوا في نصرة الدين وحماية الرسول الأمين. وسلم تسليما كثيرا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله وتوبوا إليه واحذروا وتيقظوا ولا تسيروا إمائيين ولا تأخذوا العلم إلا من العلماء الذين لهم قدم راسخ في العلم أو في الفن الذي يدرسون منه فرارا من الوقوع في الشبهات. واعلموا أن من يأخذ العلم من مصدورات الكتب المصنفة دون تعلم اعتمادا على فهمه السفيه كلما ينجو من الهوي في حوات الشبهات، وعند ذلك يسير سيدا في شبكة عدوه الشيطان ويذل فيهلك ويهلك والعياذ بالله. لأن المصنف بإمكانيته أن يضع لفظة لمعنى من عدة معاني كلما تدرك مقصوده في وضعه اللفظة في هذا الموضع فيتحير ذهنك وتشح كريحتك ويندهش عقلك في فهم مراده إن لم تأخذ من عالم راسخ متيقظ ورئ أديب يضع الأشياء في موضعها. واعلم يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن كل وصف تقشعر منه الجلود أو تشمئز منه القلوب أو ترفض سماعه الآذان أو تنغمد منه العيون. واعلموا أيها المسلمون
أن النبي عليه السلام نزل في الدنيا نزيفا نقيا يوم ولد، ليس عليه شيء تنفر منه النفوس، ولم يزل هكذا يزداد نزافة ونقاوة منذ يوم الولادة إلى أن التحق بالرفيق الأعلى. صلى الله عليك وسلم وعلى آلك وأصحابك يا طاهر. صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا طيب. صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا أطيب. صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا طهور. أيها المسلمون، لا يحل للمسلم أن يلصق بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا تنفر منه النفوس بطبعها، ومن فعل ذلك فقد حوى في هوة التهم المتعددة: أهو مؤمن أم منافق؟ أهو عالم أم جاهل؟ أهو عاقل أم مجنون؟ أهو صاف أو سكران؟ أهو مولود في الإسلام أو حديث أحد بالإسلام؟ أهو نصراني أم يهودي؟ فالأحكام تتنوع مع تنوع هذه التهم، وعلى أي حال لا ينفلت من وجيء الأدب وشديد النكال بقدر حاله. أيها المسلمون، يجب علينا أن نصون قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم فوق ما نصون قدر آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا، ولا نتساهل في ذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم. فاتقوا الله أيها المسلمون، والتزموا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله. واعلموا أن السلف الصالح كانوا يعاملون من تسمى باسمه أي محمد عليه السلام معاملة تكريم وتعظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في كتابه العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى كريم ملك جواد بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستكفيه ونعوذ به من شر النفس والشيطان ومن شر فتن آخر الزمان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، خذوا زادكم من التقوى فإنها خير زاد، وأكثروا من الاستغفار والدعاء، إن الله يحب الملحين في الدعاء، وكفوا ألسنتكم عن الكيل والقال. واعلم يا أخي أن تحت لسانك كنز لا يقاس بالذهب ولا الماس، فصنه واحتفظ عليه، واحذر أن تبدله بالحظيان. فاستعن بالله وكن حذرا عليه، كما قال القائل: وإذا ما هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. وأكثروا من ذكر الله والصلاة والتسليم على رسول الله، والتجئ إلى الله وقل دائما: لا حول ولا قوة إلا بالله. an yi ta ne akan darajar shugaba sallallahu alaihi wasallam, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama,
mu'amala da shi ba kamar mu'amala da kowa ba ne. Allah ya fifita annabi ya kuma bambanta shi da sauran jinsin mutum ko wani mahaluki. Ko wajen da yake kiransa ba kamar yadda yake kiran sauran annabawa ba ne. Kuma ya koya mana ladabi game da shi. Na farko dai ‘yan uwa musulmi mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ɗauke ilimi, jahilci zai tabbata, shan giya zai fito fili, zinace-zinace za su bazu, maza za su zama kaɗan, mata su yawa, matan har sai sun lunka maza sau 50. Shi ne ma'ana cewa har sai ya zama cewa ga kowane namiji mace tana da kowane namiji mace 50 tana da ƙayyimi ɗaya. To abin da nake son mu lura a nan da shi, annabi ya ce za a ɗauke ilimi, haka ne? Za a ɗauke ilimi ya ce, amma ya ce za a ɗauke karatu? Ba cewa za a ɗauke karatu ba. Mutum zai yi karatun amma ba mai ilimin ba ne. Zai yi karatun ya tara karanta littafi da yawa amma kuma a hakika ba malami ba ne. Saboda ka akan samu irin waɗannan abubuwa a yanzu da yawa. Sai ne je karatu amma kuma bai ɗauko karatun daga maluma ba. Yana amfani wajen ba da karatun da fahimtar ga lugar larabci. Duk kalima da ya samu wace kalima ce ta larabci, tun yana fahimtar larabci to zai ɗauko ta fassara ta da fahimtarsa ba tare da ya je wajen wani malamin da yake malami ya karantar da shi ita ba. A zai tsaya da fahimtarsa, ya je ya saurari lakcoci, ya saurari muhadaratu, ya saurari kalimomi, dan abin nan da shi to shi ya zama malami. Ba ma malami ya zama mujtahidi a ganinsa. To wannan kaga akwai matsala. Shi yasa ake ta samun abubuwa da yawa. Dan misali kamar Buhari, zai ɗauko hadisi ɗaya sai ya ce babu fi kaza, sai ya ɗauko wannan hadisin sai ya aje a wannan gudun, saboda wannan manufar tana cikin wannan hadisi. In an jima kaɗan kuma sai ya ɗauko wani babi sai ya ce babun fi kaza, sai ya ɗauko dai wannan hadisin ya ɗora akan wannan babin, saboda shi kuma wancan babi akwai manufar akwai wannan babin, akwai manufar wannan babin hadisin, akwai manufar wannan babin a ciki. In an jima ko sai ya ɗauko wani hadisi ya ce babun fi kaza, sai ka gani ya sake kawo wannan hadisi, saboda ma'anonin hadisin suna da yawa. Yanzu misali, abubuwan da suke ta bazuwa kwanan ba na son in tunatar da su ko in sake dawowa da su, amma dai abu ne mai kyau mutane mu musulmi. Ina son mu yi magana akan mu ne, ba magana akan wanda ya faɗa ba. Wanda ya je abinsa can shi ya bana, ba akan shi, ba shi nake so mu kalla ba. Kar mu kalle shi, mu kalli kanmu, saboda kan mu faɗa cikin shubha da yawa. Misali, kalimar falah, yafli, kalima ce a larabci tana da ma'anoni da yawa. Buhari ya aje ta a wani guri, sai wani malami kuma ya same ta sai ya ce fala, sai ya ambace ta da ma'anar da bata dace ba. In an ce fala, yafli, kamar rama yarmi, fala yana nufin ana tona gashi ko ana taɓa gashi ana gyaggyara shi, ba sai da cewa ana ɗauko wani abu ciki, a'a ana kaza ana kaza. Ana cewa fala kamar sha'iri a ce da shi fala shi'ira, ya zo yana binciken wato baitocin waka, abin da yake sahihi ya tabbatar da shi, abin da ba sahihi ba ya busar da shi, ana cewa da shi fala. To
shi hadisin nan ya zo ne Buhari zai iya kawo shi a maganar sada zumunta, zai iya kawo shi a maganar tawadu'u na annabi sallallahu alaihi wasallam, zai iya kawo wannan hadisin a maganar cewa ya halatta muharraman mutum wacce ba aure tsakaninsa yar uwar uwa ko yar uwar uba ko yar uwar tashi ta kansa ya ta taba kansa, zai iya kawo shi a wannan bagirin, zai iya kawo shi a haka ko zai iya kawo cewa ya kawo babin ya ce ya halatta mutum ya je ya kwanta ya bacci a gidan muharramarsa ko gwaggwansa ya gwalgwansa ko ya kumbansa ko abin da shi, saboda annabi yana zuwa ya yi bacci a wajen wannan mata ya kwanta, har ma tana taba gashin, domin muharrama ce ba aure tsakaninsu, ta ma tana taba gashinsa tana aure shi. To sai ya kawo wannan babi shi kuma a inda bai dace, sai ya faɗi lafazin da bai dace da wannan gurin ba, domin a hadisin shi Buhari bai ambaci shi abin da ya faɗa ba, bai faɗa ba, bai faɗi wannan ba, kawai ya kawo maganar fala kawai yafli kaza tabli kaza shi kana abin da ya kawo. To wannan hadisin yana zuwa gurbi daban-daban a aje shi nan saboda yana da ma'ana kaza, wannan gurin yana da bukatar shi, a dauki kaza a kai shi a ce kaza shi ne kaza. Musannif yana iya kawo hadisi gurare da yawa saboda manufofi da yawa da suke. To amma sai ka zo tunda ka fahimci kana jin larabci, iya abin da ka fahimta na larabci shi kenan abin da ka fahimta, sai ka ɗauka fassara iya fahimtar ka. Wannan ya nuna baka je wajen malamai kai karatunsa ba, kai ne kawai ka karanta da kanka. Da ka je wajen malamai ba za su yarda ka ɗan farawa annabi irin waɗannan abubuwa ba. Abin ina yi mana nasiha ne, kada mu dogara da cewa kawai mun zo wajen muhadara mun ji karatu ko mun ji muna iya fassara, muna jin larabci kawai mun ga karatu a cikin littafi mun ɗauko muna fassarawa da iya fahimtar mu. Fahimtar ka ba za ta ishe ka ba, sai ka je wajen malamai. Dole ne ana son tsantseni ga malami wajen kalima ya zama yana da tsantseni. Kana ɗauka tsantseni wajen cin abinci ne ko sa riga ko wani ba shi bane tsantseni. Tsantseni shine kai taka tsantsan akan komai. Idan za ka sa riga sa ta halali, idan za ka ci abinci ci na halal, idan za ka gina gida ka gina da halali, idan za ka hau mota ka saya da kuɗinka na halali, kai ciniki na halali. Idan za ka sai da mota in akwai aibi a cikinta ka yi bayani, ma'ana ta taɓa accident da ita amma ka gyara, yanzu za ka sayar ma wani sai ka yi masa magana gyarawa ka yi, kar ka yi masa fenti ka rufa masa ka sayar, ba kai tsantsani ba. Ire-iren waɗannan abubuwa Sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda, ya taɓa zuwa Basra samun malamai halka suna ta koyarwa, suna wannan yana kira yana irin wanda ake yi yanzu. Ya tashe su sai zo wajen Hassan al-Basri, sai ganye shi wani shehun waqur, sai ce shi kai zan tambaye ka wani abu, amma in ka bani amsa zan bakka, dan baka bani amsa ba zan tashi ka kai ma. Koyarwa suka kai tashe su saboda irin wannan koyarwa ce ta abin nan da ake. Sai ya ce tambaye abin da kake so. Sai suna ce ma milakuddin, me daga me malika ta addini. Sai ce alwaru ke tsantseni. Sai ce usbut, zauna kai ta kai irin ka ake so, wanda yake da tsantseni a kowace kalima kai tsantseni. Malamai na sunna waɗanda suke mu'amala da annabi yanda ya kamata su yi mu'amala da shi, ba shi annabin ba sallallahu alaihi wasallam. In akwai wani yaro da ake kira da sunansa, ba su yi masa mu'amala kamar yadda suke mu'amala da sauran yara, suna girmama wannan suna. Amma yanzu zaka ga kana cewa ya wane
kai masa ashir, kuma suna ne babba tare da shi, baka kyauta ba. Ana kiran mutum da suna na annabi, ka kiraye shi da sunan kuma kai masa ashir, baka kyauta ba, baka girmama sunan ba, baka mutunta sunan ba, kai ganganci, ba daidai kai ba. Ko ɗanka ne in kai sa masa wannan suna kai hankali, in ka sa masa wannan suna ka ambace shi da wannan suna daga cikin sunayen annabi, to kai hankali da shi. Abinda za ka yi masa duka ka lallaba, ka dinga ba shi shawara, ka dinga kula da tarbiyya. Ba ce kai masa tarbiyya ba, amma dai ka yi hankali wajen tarbiyyar shi. Kar ka kira shi kana duka kana zagi sunan wane, kana kira da sunan kai wane, kai masa ashar, kai hattara, baka girmama wannan suna ba. Ina ga sai na Umar akwai lokacin da ya hana a sa wannan suna saboda ya ga akwai dan matsala. To mu yanzu saboda akwai mutane da yawa su kai karatu wajen mutanen suke cewa da annabi mutum ne kaman kowa, sun yi karatu a wajen irin waɗannan mutane. To annabi idan ka ce mutum ne kaman kowa, kana so kai karo da Allah, domin Allah ya nuna yadda ake mu'amala da annabi. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'd. Mutum ne kaman kowa haka? Shine haka? Ba kaman kowa bane. Annabi Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ka jahri ba'dikum ba'dan. Cimi saboda mi an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Kar ku daga murya wurin annabi, kar ku daga masa murya, kar ku yi. In kun yi kuwa aikin ku zai lalace, za mu bata aikin. Mutum ne kaman kowa? Ba mutum ne kaman kowa ba. Walau annahum izlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. متني كمان كوا كمان كوا بني. النبي صلى الله عليه وسلم الله ياتي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ba masu hankali bane. Ba mutum ne kaman kowa? Ba mutum ne kaman kowa ba. Ba mutum ne amma ba kaman kowa ba. Shi darajarsa ta yi nisa, ba wanda ya san shi sai Allah. Mu ana mu kuduri annabi ya fi mala'iku, daraja annabi ta wuce ta mala'ika, kuma kowane mala'ika ne. Mu a wurin mu darajar annabi ta wuce ta mala'ika. Mu dai ana mu kuduri abin da muke dauka kenan. To daga annabi sallallahu alaihi wasallama mu'amala da shi ba mu'amala ce kamar kowa ba. Duk abin da ka san kai idan an jingina gare ka ko ga wani wanda kake ganin girman shi ko ma waye, kar ka kuskura ka dan fara ma annabi wannan abu, kar ka kuskura. Annabi tun da ya zo duniya a tsarkake ya zo, tun da ya sauka wannan duniya a tsarkake ya zo. Ina da tozali, an shafe shi da mai shafaffen jiki, an yanke cibiyarsa, an masa kaciya. Tun da ya zo duniya haka yazo, bai gushe ba cikin tsafta da tsarki da naƙaya da abin nan. Haka ya tafi yana girma yana ƙaruwa, yana girma yana ƙaruwa, yana girma yana ƙaruwa, har sai da ya rizku bin rafiqil a'la, har sai da Allah ya kirayi bawansa yana cikin tsarki. Shi yasa lokacin sai na Abubakar ya zo ya sumbance shi bayan yana an samu lokaci yayi, ya sumbance shi yace dibta hayyan wa mayyitan, dibta hayyan wa mayyitan. Babu bambanci da lokacin da ko shara yake, ba bambanci a lokacin da Allah ya kiraye ka da kuma
lokacin da kana nan tare da mu ba bambanci, kana cikin tsafta ya Rasulullah. To malamai sun yi ta akwai hukunce idan ka tauye wannan mansubi na annabi ko da irin yankan abin nan na farci da ake cirewa, akwai hukunce wasu na kisa ne, wasu na ladabi ne mai zafi, kuma za a dubi kai waye, kila kai sabon shiga musulunci ne ko ko a'a ka dade cikin musulunci, kai malami ne ko jahili ne, kai bai yahudi ne ko ba nasare ne, kai munafiki ne ko mumin, sai an dube ka da wannan. Sannan kuma hukunce su biyo daidai da nau'antuwar waɗannan abubuwa waɗanda za a yi maka. Aka mu kiyayi kanmu idan za mu yi karatu, za ka karanta littafi, za ka iya fahimtar larabci, amma miye manufar malamin da ya aje wannan abin a wannan guri da wannan kalma da kake fassarawa? Akwai manufofi, ana aje kalma kamar yadda kike mu, kamar yin Buhari zai kawo hadisi ɗaya akan wata manufa kaza, zai sake mai da shi a wata manufa, zai sai kawo shi amma zai faɗi babin fi kaza kuma ya dawo ma da hadisin. In ka duba sai ga wannan manufa tana cikin wannan hadisin, zuwa gaba sai ga ya kawo babin fi kaza ya kuma kawo ma wannan hadisin saboda wata manufa daban ba waccan manufar ba. Idan ka fassara da waccan manufa a nan to kai kuskure, ba ita yake nufi ba. Hadisi ɗaya ne, in ka fassara da wannan manufa da ya kawo ta a nan a can, kuma a yanzu ya kawo ta a nan ka fassara ta da waccan manufa wacce can, kai kuskure, ba ita yake nufi a nan ba. Wannan manufar da ya kawo ta daban ce, ka dubi babin da ya ce haka. Ba haka Buhari yake ba malamai? Akwai masu karanta Buhari yayi suna nan da yawa ko? Ba ina magana bane cikin common mutane, na san akwai malamai da yawa, akwai malamai na da yawa a nan. Da Allah in akwai wanda yake gani malamai na ne, da Allah kada wani ya min sassauci ya ga min ba haka bane. Akwai malamai na nan da yawa, ina neman su taimaka min, ina kuskure nake akan wannan su ga mu. To annabi ya wuce a taba shi, ba a taba annabi, ba a taba sahabbansa saboda shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam takalmansa ma ba a tabawa, ba a tabawa, ba a taba takalmansa, ba za ka taba takalmansa ba, ka kushe takalmansa ka shiga uku, ba za ka kushe takalman annabi ba, ka shiga uku idan ka kushe masa takalmansa. Ba za ka kushe butar da yake alwala da ita ba, ka shiga uku, ba irin taka bace, ba irin ta kowa bace. To a girmama annabi, wannan magana ina gaya muku, ba ina yin magana da wanda ake ruwaitowa ya faɗi ba shi ne, wallahi ba shi nake ba, ba kuma shi nake so mu kalla ba. Wannan can a tafi, muna magana ne akan kanmu, mu da muke katsalandan duk idan muka kalima ta larabci da a cewa muna jin larabci ko muna fahimtar larabci, mu fassara ta da fahimtar mu ba tare da malamai ne suka fassara mana ba, muna cikin haɗari. Hadisin annabi ba na wasa bane. Allah ya samu dace. Ayyuhal mu'minun, sallu wa sallimu ala nabiyillahi sayyidina Muhammad ibn Abdullah imtisalan li amrillah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتدهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم بارك لنا في انفسنا واهلنا واولادنا وذرياتنا واموالنا. اللهم ان لنا اليك حوائج انت بهن عليم وعلى قضائهن قدير وانت بالاجابه جدير، فامن علينا بقضاء حوائجنا كلها يا مولانا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم قض الدين عن المديونين وقض حوائج المحتاجين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم وسووا صفوفكم ان تسويه الصفوف من تمام الصلاه. Allah